بينتو يريد ان يعطي نفس جديد للمنتخب البرتغالي بقياده اللاعب موتينيو. عنده الكره يلعب هناك حتى يريد جواو بيريرا. رونالدو جول كريستيانو رونالدو عند الدقيقه ال20 يفتح مجال التسجيل. الهدف 110 لكريستيانو رونالدو مع منتخب الهدف 48 بالنسبه لكريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال في المباراه رقم 110 لهذا اللاعب. يلا من كره لعبه جماعيه سريعه جدا، التوزيعه كانت رائعه جدا في اتجاه كريستيانو رونالدو الذي يراوغ باليمنى ويسدد باليمنى مسجلا الهدف الاول لصالح منتخب البرتغال. يبقى في الترتيب الهدافين هو يبقى الثاني في ترتيب الهدافين، او بالاحرى اليوم يصبح الاول في ترتيب الهدافين ويتفوق على باوليتا عندما سجل هذا الهدف ال48، لان رونالدو كان في رصيده 47 هدف رفقه باوليتا متقدما عن يوزيبيو ب 41 هدف ولوي فيجو ب 32 هجوم. ممكن يوصل له الكره ولا يتصل له الابلال حتى والهدف جول بوبكر يعدل النتيجه للكاميرون. فينسان بوبكر يسجل هدفه الثاني مع منتخب الكاميرون. الكل كان يعتقد بانه في وضعيه تسلل ولكن الحكم المساعد قال لا، هدف مستحق. نسى نفسه المدافع الايسر فابيو كوينتراو، نسي نفسه ولم يخرج في الوقت المناسب. التمريره من جون دي ماكون كانت رائعه، والهدف من فينسان ابو بكر مهاجم لوريون يعدل النتيجه امام منتخب البرتغال في مدينه ليرا. صارت النتيجه هدف لهدف، فعلا هكذا صارت منطقيه لانه منتخب الكاميرون دائما بعدما تلقى الهدف. حارس كيندي اسامبي يدخل في بدايه هذا الشوط الثاني خدام كان شارل ايتان. يا له من خطا فادح لا يغتفر. هديه لمنتخب البرتغال يصبح متفوق بهدفين مقابل 0. ميريليس يسجل هدفه العاشر في حياته مع منتخب البرتغال. هديه على طبق ليس هناك افضل منها. خطا في التركيز وخطا في التمرير وخطا في المتابعه يتكلف منتخب الكاميرون. هدف ثاني لا ليس بهذا الشكل امام ميريليس. يشيجو يعطي هديه لميريليس تسمح له باضافه الهدف الثاني. البرتغال متفوق بهدفين مقابل هدف واحد. طبعا المدربين واللاعبين عن التفوق بكل المباريات. كره صعبه وانطلاقه لصالح منتخب البرتغال. ثالث جول كويتراو يسجل هدفه الثالث في تاريخه مع منتخب البرتغال في 43 مباراة. هل سينهار المنتخب الكاميروني؟ شوف الفرق هنا في المستوى العالي ذهني اكثر مما هو شيء اخر. المنتخب الكاميروني يخطئ مره ويخطئ ثانيه وانهار تماما في ظرف دقيقتين. معنويا تاثر المنتخب الكاميروني بالخطا وبالهدف الثاني. عوض التركيز ها هو يفقد توازنه وتركيزه ويسمح لكوينتراو من اضافه الهدف الثالث لصالح منتخب الكاميرون. خدا البرتغال خدا كامل وقته، سددها على يمين الحارس مسجلا الهدف الثالث. هدفان في ظرف دقيقتين لصالح منتخب البرتغال. التمريره كانت رائعه من قبل الصغير المتميز ايفان كافايرو الذي دون شك سيكون في المونديال المقبل. 3 أهداف مقابل 0 هدف واحد. مشاهدي الافاضل صارت النتيجه الان لصالح السرعه. ينتظر المساعده رونالدو عنده الكره. رونالدو يبحث عن التوغل. رونالدو الرابع من ايجينيو للبرتغال. الكاميرون ينهار تماما. 4 أهداف مقابل هدف واحد صارت النتيجه. رونالدو انطلق من هناك على الجهه اليسرى، تعثر ثم راوغ ثم وزع. ايجينيو في القائمه الثاني استقبل الكره مسجلا الهدف الرابع لصالح منتخب البرتغال. الثالث لايجينيو في مشواره في 7 مباريات لعبها لم يكن في وضع تسلل. كريستيانو رونالدو انطلق من هناك
الأرضية الميدان ربما صعبت من مهمته أمام المدافع العملاق كنابيك. سدد الحارس صدها ولكن لم يتوانى ولم يتردد في إضافة الرابع الثالث له في مشواره مع منتخب البرتغال. 4-1. الضريبة ثقيلة والنتيجة ثقيلة على الكاميرون أمام البرتغال. طبعا البرتغاليون لا يجب أن يعتقدوا بأن غانا في المونديال ستكون الكاميرون اليوم، أو غانا في المونديال ستكون هي الكاميرون التي لعبوا معها اليوم. حتى الكاميرون اليوم لن يكون كاميرون المونديال، لن يكون الكاميرون الذي سيواجه البرازيل وكرواتيا والمكسيك في مونديال البرازيل. طبعا الأمور والمعطيات. كريستيانو رونالدو وأنتوناس. رونالدو يرجع لأنتوناس مرة ثانية. أنتوناس وصلت لرونالدو. الخامس. رونالدو باليمنى يسجل، باليسرى يسجل، امامه لاعب يسجل ولاعبان يسجل في الوضعيات الصعبه. كريستيانو رونالدو يضيف الهدف الخامس لمنتخب البرتغال الثنائيه في هذه الامسيه، ويصل الى الرقم 49 في عدد الاهداف التي سجلها في 110 مباراه لعبها مع منتخب البرتغال، بمعدل تقريبا هدف في كل مباراتين لكريستيانو رونالدو الذي يتوجه الى تحطيم المزيد من الارقام. هنا كره رونالدو لانتوناس، وزعها ضربت في المدافع، وصلت لرونالدو من امام اللاعب ميغويل بيلوسو. استلم الكره، الحارس لم يكن يشاهد اي شيء، يعني الكره مثل هذه شوف كل شيء مغطي امام الحارس. استلمها رونالدو، سددها على يمين الحارس دي اسامبي. صارت النتيجة 5-1 للبرتغال امام الكاميرون. حسن حظ الكاميرون انه خسر بهذا الشكل وبهذه الكيفيه وبهذه النتيجه 3 أشهر قبل المونديال. فرصه لمدرب فولكر فينك لتصحيح ما يجب تصحيحه واعاده النظر